السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض صدور البانيه، بس هنعملها بتتبيلة حلوة قوي وبطريقة جميلة جدا. مش هنعملها مقلية، لا هنعملها مشوية كده على الجريل بطريقة حلوة قوي، وتتبيلة كمان طعمها تحفة، بتخلي طعم الفراخ تحفة بجد. وبلاش على طول الفراخ بانيه تبقى مقلية، لا تعالوا نغير شوية ونعملها مشوية، ونوفر زيت وبيض ودقيق والحاجات اللي هي كلها غليت قوي دلوقتي دي، وهتطلع كمان معانا طعمها حلو جدا وكمان طريقة صحية قوي. يلا بينا مع بعض نشوف انا عملتها ازاي ونقول بسم الله. انا بجيب صدور بانيه او صدور فراخ، وطبعا اللي هي بنجيبها بنقليها دي، وبننضفها كويس جدا وبغسلها وبنقعها في خل وملح وسكر ساعة كده، وبعد كده بصفيها من المية دي وبحضر لها تتبيلة بقى. انا يعني بس الحتة بتاعت التتبيلة دي معلش معرفتش اصورها، بس انا تبلتها في زبادي ومستردة وكاتشب و دي الحاجات السائلة ومية بصل. تمام، وبعد كده حطيت عليها زعتر بودر، وحطيت عليها توم بودر وبصل بودر، وحطيت بابريكا مدخنة بتدي طعم حلو قوي في المشويات، وحطيت فلفل اسود وملح وتوابل فراخ. بس هي دي التتبيله اللي انا تبلتها فيها، بجد كانت مخليه طعم الفراخ تحفه. بسيبها في التتبيله دي حوالي ساعه كده او اكتر طبعا، وكل ما نسيبها في التتبيله كل ما يكون طعمها احلى طبعا كتير. بجيب بقى طاسه كده او جريل واحط فيها معلقتين زيت ومكعب زبده، ولازم تكون الطاسة سخنة جدا، واروح نازلة فيها بقطع الفراخ اللي انا تبلتها دي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا يعني مكنش يعني اول ما انزلها طبعا تكون النار عالية عشان خاطر ما خليهاش تنزل السوائل اللي فيها. انا عايزاها تبقى مشوية زي ما انتم شايفين شكلها كده، لكن لو وطيت عليها النار هتنزل السوائل اللي فيها وهيبقى شكلها مش حلو، كمان طعمها مش هيبقى احسن حاجة. وما نكترش كمان فراخ في الطاسة عشان خاطر ايه ما تبردش الحرارة بتاعة الطاسة. احنا ننزل بس يعني كمية قليلة زي ما انتم شايفين كده. هي بتقعد حوالي على كل ناحية دقيقتين 3، منقعدش نقلب فيها كل شوية. هو اول ما نلاقيها خدت لون من الناحية التانية نشيلها على طول، وايه نزود لو محتاجة زبدة نزود، مش محتاجة خلاص ننزل بقية القطع الفراخ التانية. هتديها طعم حلو جدا. انا بحطيت معلقة زيت وزبدة زي ما قلت لكم في الطاسة. ما نكترش. وزي ما انتم شايفين كده ما نكترش برضو في الطاسة. انا بنزل قطعة قطعة بخليها تاخد صدمة كده كويس قوي، عشان لو نزلنا كمية كتيرة الطاسة هتبرد، درجة الحرارة بتاعتها هتبرد، فالفراخ هتنزل المية اللي فيها فيبقى طعمها مش احسن حاجة، يعني تبقى عاملة زي ما تكون مسلوقة كده، لكن عايزينها تكون مشوية. بس كان طعمها حلو جدا وطبعا صحية جدا، ما فيهاش زيوت كتير طبعا زي المقلية. ما فيهاش دقيق بقى وبقسماط والحاجات دي، يعني نغير. هي برضو اللي هي البانيه بالبقسماط والدقيق بيبقى طعمها حلو جدا وتحفة وكل الأطفال بيحبوها، بس برضو بالطريقة دي بيبقى طعمها حلو قوي وبتبقى خفيفة جدا ومناسبة جدا للي بيبقوا عاملين دايت أو ماشيين على نظام غذائي، فدي هتعجبهم قوي. وكمان التتبيلة مخلية طعم الفراخ بجد روعة، المستردة مع الزبادي مع الكاتشب مع البابريكا المدخنة طعمها حكاية. بعد ما نخلص بقى الكمية كلها، انا حبيت اديها طعم الشوي بتاع الفحم كده، فجبت فحمية وطبعا ولعتها على النار الاول، وبعد كده طفيتها بمعلقة زبدة او حاجة، وبقت زي ما انتم شايفين كده، وبألف هنا والشفا.